سؤال في التعليقات بتقول لي: في صاحبته لما بصحى من النوم بحس بفشل في ايديا ودراعاتي ومش عارفه السبب. طيب شوف يا ست الكل، في غلطه كبيره قوي بنقع فيها كلنا، ان احنا بنفسر اي عرض في جسمنا انه ضغط نفسي وبنسكت على كده. فشل الايدين والدراعات اول ما نصحى من النوم ممكن يكون سبب عضوي بحت، ضغط على الاعصاب من وضع نوم غلط، او مشكله في الدوره الدمويه، او حاله طبيه مشهوره جدا اسمها الكاربل تانل سيندروم، او متلازمه النفق الرسغي، وبتتعالج بسهوله. امتى نقول ان السبب نفسي؟ لو الفشل ده مفيش معاه الم واضح ولا تنميل مستمر، بس بنصحى بتقل عام، احساس ان احنا جسمنا تقيل ومش عايز ان هو يتحرك، هنا ممكن نتكلم عن القلق والاكتئاب. لان الاكتئاب مش شرط يجي بحزن وعياط وخلاص، لا، كتير من الناس بيحسوه في جسمهم الاول، تقل في اطرافهم، ارهاق من غير مجهود، صعوبه في ان احنا نقوم من السرير. الخلاصه ايه؟ الخطوه الاولى: زوري طبيب عام او مخ واعصاب واستبعدي الاسباب الجسديه الاول. طيب لو الفحوصات سليمه، وقتها بس نبدأ نتكلم عن القلق والاكتئاب والأعراض الجسدية اللي بتسببها القلق والاكتئاب. اكتبي لي في التعليقات، واكتب لي في التعليقات ايه أكتر سؤال شغلك ومش لاقي له إجابة، وإن شاء الله هنجاوب عليه المرة الجاية. سلام.